بصي، مبدئيا هو انت لازم تطيع جوزك، يعني ده مبدئيا. بس هو راجل نطع، اللي يمنع واحدة عن زيارة أهلها فهو راجل نطع. ده مش من الدين. هي من الدين إن هي تطيعك، لكن مش من الدين إن أنت تمنع واحدة إن هي تزور أهلها. أنت مش عايز تروح، عنك ما رحت غرفة 60 داهية، لكن تمنعها إن هي تزور أبوها، فده مش من الدين. يعني انا هقول لك حاجه يا بنت الناس، يعني خديها بقى، حطيها حلقه في ودنك وانت حره تعملي اللي يملي عليك ضميرك. في روايه بتقول ان كان في واحد بيموت وكان عايز يشوف بنته قبل ما يموت، وجوزها منعها ان هي تروح، والراجل مات. حبت تروح تحضر الجنازه، برضه جوزها منعها ان هي تروح تحضر الجنازه. طبعا اتغمت وبقت مغمومه وحزينه على فراق ابوها. ابوها جالها في المنام، فبتعتذر لابوها ان هي ما قدرتش تروح عشان كان خاطر بتطيع جوزها. ابوها ابتسم وقال لها: انا ربنا اكرمني ودخلني الجنه بسبب طاعتك لجوزك، فمعلش اصبري واحتسبي عند الله. بس من الاخر هو راجل نطع يعني، بس هتعملي ايه؟ واجب عليك طاعته.